هذه الأجواء الخلابة تسبق التأبين الكبير لنجم قدم الكثير للهلال وللكرة السودانية في عهود مضت. سبي الدودو تستعد جدة لتأبينه في الأيام المقبلة عبر كرنفال كبير يليق بما قدمه لنادي الهلال وللكرة السودانية. يعتبر سبي الدودو واحد من عظماء الكرة السودانية، قدم الكثير للهلال وللسودان. ولد في العام 1930 في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان اسمه الحقيقي عيد دودو ولقبه والده سبي في ذلك اليوم، وجاء اسمه الحقيقي بسبب مولده يوم العيد. لقب سبي الدودو بعديد الألقاب: الصقر العملاق، وحارس أفريقيا الأول، والجنرال، بعد تميزه مع الهلال. تألق عيد في حراسة المرمى كواحد من أفضل نجوم السودان في ذلك العهد، ولقب أيضا بصقر قريش بعد تألقه اللافت بسوريا. نشأ وترعرع ودرس بأم درمان، وبدأ في ممارسة هوايته منذ الفترة الأولية، مرحلة البدايات في الدراسة والرياضة وكرة القدم، حيث كان يدرس في مدرسة الخرطوم الغربية. قاد سبي الدودو منتخب العرب للفوز على الإسماعيلي المصري 5-1 في عام 65، ونال نجومية المباراة بجانب نجم النجوم أمين زكي. لزم عيد سرير المرض بمستشفى المستقبل بجدة إثر علة طارئة استلزمت نقله للعناية المركزة بحضور جمع كبير من الجالية السودانية التي هبت من كل مكان للإطمئنان على صحته. يحظى الرجل بمحبة صادقة من كل السودانيين وأهل الرياضة. ودع دنيانا في عام 2022 سرعلة لم تمهله سيرا بعد مواسم حافلة خدمة للسودان وللهلال. نادت القبيلة الرياضية بضرورة تكريمه تقديرا لما قدمه للهلال وللكرة السودانية. جدة، عمار علي عثمان، قناة SR.